ورا جدران ضخمة شافت سنين وسنين في قلب القاهرة القديمة، مكان فضل شاهد على عصور من المجد والقوة. لو دخلت جواه هتحس بروح زمن فات ولسه عايش. مستعد تسمع حكايتي؟ أنا مسجد محمد بن قلاوون. اتولدت سنة 1318 في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون اللي كان من أعظم سلاطين المماليك. كنت الجامع الرسمي للقلعة ومركز للدين والعلم. المماليك كانوا بيصلوا فيه وكمان الفقهاء كانوا بيدرسوا فيه. صوت الأذان كان بيملى المكان. أنا مش مجرد مسجد، أنا تحفة معمارية. سقف عالي، مدخل ضخم، واعمده جبتها من معابد فرعونيه ورومانيه. ايوه، الاعمده بتاعتي من المعابد القديمه، ودي حاجه بتثبت ان الحضارات بتكمل بعض. المأذنه بتاعتي مميزه جدا، قصيره شويه مقارنه بباقي مآذن القاهره، لكنها تحفه معماريه بتجمع بين الفن المملوكي والجمال الاسلامي. جوايا تفاصيل هتبهرك. المحراب بتاعي فيه رخام مزخرف بشكل مبهر، والشبابيك بتاعتي بتدخل ضوء الشمس باسلوب ساحر بيخلي المكان كله نور وروحانيه. اتعرضت لكتير من الاحداث. في فتره العثمانيين اهملوني، وبعدها الانجليز استخدموني كاسطبل للخيول، لكن رغم كل ده قدرت ارجع تاني وافضل واقف شامخ جوه القلعه. حاجات يمكن ما تعرفهاش عني: كنت المسجد الرسمي للسلطنه المملوكيه. اي سلطان جديد كان لازم يصلي فيه. الاعمده بتاعتي مش كلها اسلاميه، بعضها جاي من معابد فرعونيه قديمه، وده بيحكي حكايه المزج بين العصور. الباب الرئيسي بتاعي كان مصنوع من النحاس وعليه نقوش بتخليني مميز وسط مساجد القاهره. لكن دي مش كل الحكايه، لسه في اماكن تانية بتحكي تاريخ مصر، ولسه عندنا اسرار هنكتشفها مع بعض. استنونا في الحلقة الجاية من أماكن بتحكي. لو عجبتكم حكايتي خليكم معانا عشان تكتشفوا أماكن تانية في تاريخ مصر. استنوا الحلقة الجاية. وكل ده فكرة تنفيذ العبد لله مهند أحمد، صاحب الفكرة والمنفذ، علشان نعرض لكم تاريخ مصر الحي في أحلى أيام رمضان. تابعونا لكل جديد. ولو عجبتكم الحلقة تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو علشان غيركم يكتشف الحكايات دي. والفيديو ده من سلسلة أماكن بتحكي. رمضان كريم.